فلسطين الحبيبة كيف أحيا بعيدا عن جبالك وسهولك والهضاب. ولأنها الحبيبة فلسطين فنحن دائما ما نسعى لأن نكون في أرجائها وفي أطيافها وفي حدائقها، ولذلك نحن الآن موجودون في أحد الحدائق التي تعود لأحد الأشخاص من قرية عين يبرود. على عين يبرود شدوا الركايب، شدوا الركايب، أهل الكرم والجود، نعم القرايب، نعم القرايب. على عين يبرود. عامر حمدان، أبو حمدان من قرية عين يبرود. هذه الحديقة إلي 20 سنة بشتغل فيها 90% من أنواع الثمار الموجودة في فلسطين، يعني مشكلتنا اكتفاء ذاتي إحنا. وبطلب من التشل يحتدي فينا يعني ويزرع، وعمره أرض هم يزرعوا. وعندي أشجار لوزيات، وعندي بندورة في الصيف وكسة، وبنزرع بطيخ وشمام، وعندنا زيتون، وعندنا مشمش، وعندنا كرز، وما شاء الله الحديقة يعني شبه اكتفاء ذاتي. يعني شهر 4 هلكيت الكرز بطيح عنا، الكرز ورك العنب، وورك العنب بطيح الكرز وورك العنب. يعني المحاصيل اللي بتطول أزود إشي اللي هو التين، بقعد من 3 أشهر ل 4 أشهر أنواع التين. نعم، والزيتون. أنا عامر حمدان اللي زرعتها ما كان فيها ولا شجرة، كانت جبل خراب، يعني إلي 20 سنة بعمر فيها وبدي أخرى 5 6 سنين. هذا عمره بكلوا للمنطار، وفي ناس بكلوا للكسر. هذا عمره فوق 300 سنة. هذا كانوا في الصيف في الوقت هذا في شهر 4 ما يصدقوا يجي شهر 4 لأنهم كانوا يناموا في إيش عندهم إلا غرفة، والدواب تحت الغرفة، يبقوا 10 12 في غرفة واحدة نايمين. يطلع الصيف يجوا هان يعذبوا، يسووا مساطيح قطين ويزرعوا خضرة ويعيشوا في الخلا لشهر 9 ويرجعوا على الدور على البلد. والله أنا كنت قبل أولادي ما كبروا كانوا يشتغلوا مع أولادتي وبناتي، وعلمتهم زراعة، وأنا وزوجتي هلكيت بنشتغل، وعندي بنت. إحنا بكلهم إن ندير بالنا عرضنا ونعمرها ونحميها من الاستيطان والهجمة الشرسة على أرضنا. في هجمة شرسة على أرض فلسطين، أرض الضفة الغربية. بطلب منهم الوحدة، نتحد مشان نستقل، لأن آخر الشعب في العالم ما استقلناش. يعني بدنا نسوي وحدة الشعب، فيش بكفينا انقسامات.